أنا فاشلة وعندي اللي يثبت. 1. مسكت إدارة السوشيال ميديا لواحدة من أكبر المؤسسات الطوعية على مستوى التأهلية ووقفت. 2. قعدت 4 سنين في مجال مش بتاعي وضيعت وقت. 3. في مجالي الجديد أخدت 2 سنين كاملين عشان أقدر أحس بالثقة الكاملة إني فعلا شاطرة في المجال ده. 4. بدأت يوتيوب وسوشيال ميديا كتير جدا وكل مرة كنت بوقف. أعتقد دي كلها أسباب كافية أقدر على نفسي بيها إن أنا شخص فاشل. 5. لحد دلوقتي مش عارفة عايزة أطلع إيه لما أكبر وأنا عندي 27 سنة. أما بالنسبة لأسباب النجاح فهي كالآتي. وأنا عندي 16 سنة بس كنت مسؤولة عن السوشيال ميديا لواحدة من أهم المؤسسات التطوعية على مستوى التأهلية كلها. 2. قعدت 4 سنين في مجال اخد فيه خبرة واطور نفسي رغم ان انا ما كنتش متأكدة قوي هو ده المجال اللي انا عايزاه ولا لا، بس اكتسبت فيه معلومات وسكيلز ما كنتش هكتسبها بأي طريقة تانية. وبعد 4 سنين كاملين كان عندي الجرأة الكافية ان انا اعمل شيفت كارير لكارير مختلف تماما عشان حسيت اني مرتاحة فيه اكتر. وبعد 2 سنين بس في الكارير ده قدرت اثبت لنفسي ان انا فعلا قده وان انا بقيت شاطرة وخبرة فيه. السوشيال ميديا احبطت كتير جدا ووقفت كتير جدا، بس كل مرة كنت برجع تاني، كل مرة كنت بحاول تاني. ايه رأيكم؟ نفس اسباب الفشل هي اسباب النجاح. نفس الحاجات اللي حطيتها سبب اني اقول على نفسي فاشلة حطيتها برضو سبب اني اقول على نفسي شخص ناجح. بس الفرق كله في وجهة النظر، الفرق كله في انا بسمع نفسي ايه. بصوا يا جماعة، هي نفس قاعدة نص كوباية مليان ونص كوباية فاضي. انت هتشوفه ازاي؟ يا اما هتشوفه نص كوباية بس اللي مليان، او هتشوف نص كوباية بحاله مليان. فاهمني؟ سلام.